السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه كده مع بعض. هنعمل مع بعض في الفيديو ده بتنجان مخلل بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله هتعجبكم، وكمان هنعمل له تتبيلة طعمها جميل جدا. اول حاجة بقى معانا بتنجان حجمه وسط كده، ما يكونش كبير قوي ولا صغير قوي، علشان يستوي معانا كويس ويبقى طعمه جميل. اول حاجة بقى غسلناه كويس كده طبعا. هنيجي بقى نسلق البتنجان بتاعنا زي ما هو كده بالوردة الخضراء بتاعته، ومش هنلمسه ولا هنيجي جنبه بأي سكينة خالص، سليم كده زي ما هو. معانا بقى حلة على النار فيها مية، اول ما المية تغلي هنبدأ نضيف فيها البتنجان بتاعنا بالشكل ده كده، وهقول لكم ازاي هنعرف انه استوى. ما تنسوش بقى تضغطوا لي لايك يا حلوين، وتصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنغطي بقى عليه ونستنى كده من 7 ل10 دقايق وهيكون استوى معانا. هنا بقى بعد 7 دقايق بالظبط كان استوى معانا وبقى جميل كده وكان كرمش كده زي ما انتوا شايفين كده يا حلوين. خلاص بقى كده كان استوى. هنطفي بقى عليه النار وهناخده كده وهقول لكم هنعمل ايه. هنيجي بقى في بولة كده فيها مية ساقعة جدا او فيها مية بتلج، وهنبدأ بقى كده نشيله من المية السخنة ونحطه في المية الساقعة كده او المية اللي بتلج. هتلاقوه بقى كده اول ما حطيناه في المية اللي بتلج الكرمشة بتاعته ديت بدأت تروح كده بالشكل ده كده. هنستنى بقى كده لحد ما يبرد خالص، ما عادش يبقى سخن خالص. هنبدأ بقى كده نشيل الوردة بتاعته بالشكل ده بايدينا، هتتشال معانا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين معايا كده يا حلوين. بالشكل ده كده بتتشال معانا بكل سهولة طبعا، ومش هنستخدم برضو السكينة ولا هنحتاجها خالص. ما تنسوش بقى تضغطوا لي اللايك يا حلوين. خلاص بقى كده شلنا الوردة بتاعته وخلصنا الكمية كلها. هنبدأ بقى كده نمسك واحدة بواحدة كده ونفتحها بقى بالشكل ده. شايفين قلبها ابيض وجميل ازاي؟ بالشكل ده كده هتتفتح معانا بكل سهولة. سهل جدا وبسيطة جدا، وكمان حاجة مضمونة في البيت. جربوه بقى وان شاء الله ما عدتوش هتشتروه من بره تاني، وبجد طعمه جميل جدا وان شاء الله هيعجبكم. خلصنا بقى الكمية كده، يلا بقى نعمل التتبيل. معانا بقى كده فلفل اخضر وفلفل احمر، وممكن كمان نستخدم فلفل حار، طبعا حسب رغبتكم. هنبدأ بقى نضيف الفلفل في الكبة كده، ومعانا بقى كمية توم حلوة كده برضو ضفناها. هنضرب بقى الكلام ده كده مع بعضه كويس، الفلفل الاخضر مع الفلفل الاحمر والثوم، هنضربهم كده. بعد بقى ما ضربناهم كويس بالشكل ده كده يا حلوين، يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى بولة ونفضي فيها بقى الفلفل والثوم اللي احنا ضربناهم مع بعض، وده بقى شكلها كده. هنضيف بقى كده نص كوباية خل ونص كوباية زيت. البهارات بقى ملح وكمون وبابريكا وكزبرة، ونتوصى شوية بقى بالكمون عشان بيخلي طعم البتنجان معانا جميل جدا. ومعانا بقى كده حوالي 4 ليمونات، هنبدأ نعصرهم بقى بالشكل ده كده. وهسيب لكم برضو المقادير بتاعة التتبيلة في صندوق الوصف. يبقى احنا كده ضربنا الفلفل الاخضر مع الفلفل الاحمر والثوم، وبعدين بقى فضيناهم في بولة وضفنا عليهم نص كوباية من الخل ونص كوباية زيت وملح وكمون وكزبرة وبابريكا
وعصير ليمون بالشكل ده كده. بعد بقى ما عصرنا الليمون كده هنبدأ نضيف كوباية من المية ونقلب كده بقى كله مع بعضه كده. هنضيف كمان كوباية الا ربع من المية، يبقى احنا ضفنا كوبايتين الا ربع من المية. لو لقيتوها بقى تقيلة معاكم بتزودوا مية طبعا، احنا مش عايزينها لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. وتركاية بقى كده هنضيف ربع معلقة من السكر، بتخلي معانا البتنجان طعمه جميل جدا وفيه قرمشة كده وطعمه حلو. هنبدأ بقى كده نضيف البتنجان بتاعنا في التتبيلة بالشكل ده كده. هنقلب بقى البتنجان في التتبيلة كويس كده. بالشكل ده كده هنحشي برضو قلبه من التتبيلة. التتبيلة بجد ريحتها جميلة جدا والبتنجان طعمه جميل جدا. وده بقى شكل البتنجان يا حلوين بعد ما خلص، بجد طعمه جميل جدا. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم.